حبايبي حبايبي حبايبي، خمسة حبايبي، خمسة حبايبي. عايزة اقول لكم تابعوني على اليوتيوب. هنبقى مع بعضينا ان احنا نقص كل ملاية مع بعضينا. انا جايبة شغل يعني، الحمد لله. فهبتدي اهوت يعني ايه، ان هتواصل معاكم كل فيديو بقصه وبتقفيله والمقاسات الصح. يعني اللي عايزة برضو ايه، ان هي لسه مبتدئة في مهنة الخياطة، ولسه مش عارفة حاجة، تبقى معايا ان انا اعلمها القص بتقفيل الملاية، بتقفيلها بكل شغلها، بكل الحاجات اللي هتتحط عليها. اني ما تبقاش ايه يعني ايه عندها عقبة، لان هو تعليم الخياطة سهل مش صعب على فكرة، سهل جدا للي بيحبه. واللي انت تعملي مشروع في بيتك وانت قاعدة، يعني يعينك على الحياة اللي احنا عايشينها. وصراحة ربنا برضو انت تعرفي تعملي حاجة مع جوزك برضو، لاني اصلا الراجل لوحده برضو في الغلا واللي احنا فيه ده ما بيقدرش يعمل حاجة. يعني هيبقى يعني تكاليف البيت بتبقى كتيرة كتيرة وعبء عليه. فانت لو في ايدك حاجة تعمليها تعمليها، وانا حاسة كده ان في ناس كتير بتحبي مهنة الخياطة. فخليكي معايا هتشوفي حاجات انت يعني بتبقي نفسك تعمليها ومش قادرة تعمليها، لا بخطوة خطوة هتعرفي تعملي كل حاجة. بس تابعيني على ايه، على اليوتيوب، يوميات الهند. يعني تابعيني هتعرفي كل حاجة انت ماشية ايه خطوة بخطوة فيها. اعرفك الملاية احنا بنجيبها بكام، واعرفك القماش اللي بنتحط عليه بيتجاب منين. آه واعرفك حاجات كتيرة. انت صدقيني اول ما تعملي المشروع ده ومسكتي اي حاجة في ايديكي هتحسي نفسك ان انت بتشجعي. وقبل ما تمسكي قرش في ايديكي هتكوني انت بتحبي المهنة دي. هي كل مهنة في الدنيا شقة وتعب، ما قلناش حاجة. بس برضه اهو انا واحدة جوزي ميت بقاله 6 سنين، هي الشغلانة دي اللي فاتحة بيتي، والمعاش يعني على القد. بس برضو اديني اهو فاتحة البيت وماشية واحدة واحدة معايا، مرة كده ومرة كده. وعندي امل في ربنا كبير، عندي امل في ربنا كبير ان مشروعي يكبر والدنيا تكبر معايا. انا مش شكرانية في نفسي، هما بيقولوا لي ان حاجتي جميلة، بس انا مش شايفة زي اي حد والله. وفي ناس بتكتب لي على التيك توك، طالما واثقة من نفسك بيهمك ان كلام الناس ليه؟ لا، هي في ناس بتبقى جواها كده حقد وغل جواها. انا ساعات بقول لنفسي ما اشغلش نفسي بالناس، بس ساعات غصب عنك بتقدريش تسكتي، غصب عنك بتبقى قاعدة تتكلمي. يعني سيب كل واحد في حاله. انتوا عارفين حاجة عن حد؟ انتوا دخلتوا جوه البني ادمين وعرفتوا جواهم ايه؟ ما يمكن اللي بيضحك قدامك دي وتقولك خمسة 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 حبيبتي، دي بتبقى جواها من جوه كل حاجة مؤلمة، بس عايشة وتقول الحمد لله والحمد لله. فتابعوني على قناتي وانا هعلمكم كل حاجة يعني انتوا عايزينها. يلا واشوفكم بخير. حبايبي حبايبي حبايبي، خمسة حبايبي. بص القماشة دي زي اللي احنا صورناها من الفيديو اللي فات، بس على كناريا، بس لسه ما اتعملتش. بس انا متوقعه ان طقم السرير ده هيطلع روعة روعة. والله العظيم طقم هيبقى جميل جميل جميل.